ايه من خبرة حضرتك كده، ايه المهارات المهمة سواء سكيلز او تكنيكال اللي المفروض اكتسبها قبل ما اخش سوق العمل؟ انا مش لاقي وظائف، او الوظائف كتيره جدا، وخايف لما اجي اخلص الكورس ما الاقيش وظائف، او الوظائف قليله جدا، وانا حاسس ان انا لما اتعلم الكورس مش هستفاد حاجه او مش هلاقي شغل. وانا كنت في مايكروسوفت قابلت صديق ليا، يعني كان لسه اتعرفت عليه. كان انترنشيب عندنا في الشركه، كان من الناس الانترنشيب اللي كان في جامعه، هو كان في جامعه الجي يو سي. السلام عليكم. اهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست المفضل للجميع ميكاست. معاكم احمد عبد الفتاح مقدم حلقة النهاردة. حلقتنا النهاردة عن الدراسة الأكاديمية والحالة العملية. فكلنا بمجرد دخولنا المرحلة الجامعية بيبتدي يتغير منظورنا، وبنبص للواقع بشكل مختلف. فالطموحات اللي انت بتبنيها زي انك تتخصص في مجال او تشتغل في مكان انت بتحلم بيه، لكن احلامك بتتصدم بالواقع لما بتنزل على ارض الحقيقة، وبتبتدي تسأل نفسك أسئلة. هل أنا لازم أطور من نفسي بجانب دراستي عشان أعرف أشتغل، ولا أكتفي بدراستي بس؟ يا ترى فرص العمل في مجالي بتقل ولا بتزيد؟ طب أعمل إيه عشان فرصتي في القبول بالنسبة للشغل تزيد؟ وأسئلة من دي كتير. عشان كده كان لازم نحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا، وده اللي هنجاوب عليه النهاردة مع ضيف حلقتنا النهاردة. معانا ومعاكم الباشمهندس محمد هاشم. فالباشمهندس هو اللي ما يعرفش سوفت وير انجينير في شركه مايكروسوفت، ده غير طبعا انه ستيشن ليد في يوديسيتي، وده جزء من مبادره مصر الرقميه بالتعاون مع وزاره الاتصالات، وغيرها من السكيلز كتير ما شاء الله. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. السلام عليكم، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا وسهلا بكم. انا محمد هاشم، مهندس برمجيات في شركه مايكروسوفت. شغال في تيم بينك اللي هو الخاص بالسيرش انجن. مسؤول من الناس المسؤولة عن تطويره و و improving الاكسسبيليتي والتقييم والريزلتس بيج. اوكي. ده عملت مايكروسوفت بجانب ان انا ستيشن ليد في منصة يوداسيتي، وديت منصة تعليمية هادفة للربح. آه، بعمل الكورسات ديت تبع مبادرة أشباه مصر الرقمية، ديت تبع منظمها وزارة الاتصالات والبحث العلمي. ومنطور في روت أكاديمي ديت عبارة عن سنتر أي تريننج سنتر، مكان بيدي كورسات وكده. أوكي. وإن شاء الله يعني بإذن الله النهاردة حابب أشارككم بالمعرفة بتاعتي، وإن شاء الله إن شاء الله يكون حد منكم يستفاد بإذن الله. باذن الله، واحنا كده متحمسين اننا نشارك مع حضرتك. نبدا باول سؤال، اللي هو ما بين الحياه الدراسيه وسوق العمل. بيخش كتير مننا في الدوامه دي وما بيبقاش عارف يا ترى اهتم بدراستي اكتر ولا اركز على سوق العمل ومتطلباته. حضرتك ايه وجهه نظرك في الموضوع ده؟ طيب. تعالى نقسمها الأول: الحياة الدراسية وسوق العمل. عشان اشتغل في سوق العمل انا لازم امر بفترات معينه. طبعا لازم اول حاجه اكون كويس في البرمجه علشان اعرف اخش سوق العمل. طيب. مظبوط. طب علشان اخش سوق العمل هتعلم فين؟ هتعلم في الكليه. طب الكليه، هل محتوى الكليه هيقدر يشغلني؟ ده ممكن نخلي سؤال تاني. بس. طيب الحياة الدراسية طبيعي كلنا عارفين، بتروح الكلية نتعلم ندرس نيجي نعمل تاسكات نحل الواجب نعمل كذا كذا كذا. فبالتالي اليوم بيكون مقتصر على الكلية ومشاكل الكلية ومواد الكلية والحاجات دي. فهل أنا هعرف أدخر وقت بحيث إن أنا أذاكر المتطلبات بتاعت سوق العمل ولا لا؟ دي بتعتمد من الشخص للتاني. طب بتختلف باختلاف إيه؟ باختلاف مثلا البيئة المحيطة بيه. ممكن حد يعرف مثلا يوفر في اليوم ساعتين ثلاثة، ممكن حد يكون ذكي يشوف في الكلية بتاعته يذاكر حاجات بسيطة، الحاجات اللي هو محتاجها بس من الكلية، إنما الباقي هو عارف إن هو يشتغل في سوق العمل بالمواد أو بتراكات معينة. يعني الكلية مش هتفيده بقد كده في سوق العمل، وبالتالي هو بيقلل الوقت بتاع الكلية وبيكتر الوقت بتاع إنه يتعلم تكنولوجيا عشان يخش بيها سوق العمل. طيب إيه بقى اللي أركز عليه؟ كل حاجة فترة في حياتنا هي مهمة، ما فيهاش اختلاف. يعني الكليه ليها اهميتها وليها كيانها ولها استقرارها، فمعنى كده ان الكليه فمعنى كده ان الكليه خطوه من الخطوات اللي هتاهلني ان انا اخش سوق العمل. فما ينفعش اجي على حاجه مقابل حاجه، ولا اقول ان الكليه ملهاش لازمه. لو الكليه ملهاش لازمه انت ممكن تطلع وتروح تخش حقوق او تروح تخش اي معهد، ده مش ازمه. بس هل لما تيجي تقدم في شركه، هل الشركه دي هتبص لك ازاي؟ هتبص حتى لو انت يعني جامد جدا،
طب الشركه دي هتبص لك ازاي؟ يعني الشركه دي مثلا فيها مهندسين من جميع الكليات، اللي من كذا واللي من كذا، من اي سي والجي يو سي وغيره 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 وغيره، وحضرتك خريج معهد. فهل انت يعني اصدقائك هيبصوا لك ازاي؟ انت ذاتك مش هتتقبل. يعني هم انت معاهم بتنافسهم في نفس السوق، في بيئه العمل، بس مستواك الدراسي مش زيهم. ليه؟ عشان حضرتك تكبرت على العلم وتكبرت على الكليه وقلت ان الكليه ملهاش لازمه، فلبست في الحيطه. هي الكليه ممكن ما تكونش سبب انك تخش، بس هي عامل اساسي. يعني حاليا بقى في مصر بقى عامل اساسي لتقييم الاشخاص. يعني الراجل ده دخل كليه علوم حاسب، الراجل ده كويس. الراجل ده دخل حقوق مش كويس، مع انه ممكن بتاع حقوق ده افضل منه في الماده العلميه عشان هو يشتغل على نفسه وذاكر سياسه الاقتصاد وهكذا. بس السوق ما بيقدرش الحته دي، السوق ما بيحترمش الحته دي. فحضرتك لازم تحاول تنظم وقتك بين انك انت تتعلم مواد الكليه كمواد الكليه وتعدي من الكليه بتقدير. حاول تطلع بتقدير كويس، عشان ده هيساعدك والله بنسبه كبيره جدا في سوق العمل. مش هقول لك ان هو هيبقى خطوه، لا خالص. اصدقاء اللي هي جايبين مقبول، وفي مايكروسوفت وفي جوجل وفي غيره وغيره وغيره. فهي مش بس انت لازم برضه تكون عارف المواد بتاعتك. يعني ما تبقاش داخل الكليه خارج منها، وفي الاخر تيجي تبدا من الزيرو تقول لا انا ما استفدتش من الكليه. طب ما هو انت يعني انت لو ضيعت سنين الكليه في انك انت بتتعلم حاجه مفيده بجانب دراسه الكليه، غالبا انت مش هتقول الكلمه دي. طب هل هقدر انا اشتغل بدراستي الكليه بس؟ يعني الكليه هتشغلني عن طريق ان انا ادرس فيها بس، ولا لازم يكون في حاجه جانبيه؟ اجابتي في الحته ديت بتنقسم لشقين. شق هل انا ممكن اشتغل بالكليه فقط، ولا ممكن اشتغل بحاجات زياده. خليني واقعي. الناس اللي ما شاء الله عليهم الله اكبر، اللي هم بيخشوا اي سي بي سي وبيوصلوا لفايناليست والكلام ده، الناس دي ما بتهتمش غير بحاجه واحده، بروبلم سولفنج سكيل. طب هي بتبقى ايه؟ بتبقى عباره عن لغه برمجه وليكن سي بلس بلس، بقعد احل بيها مشاكل بتقابلنا، مشاكل ملهاش حلول بنحاول نحلها. في شركات كتير بتعرض في مسابقات الاي سي بي سي ديت مشاكل عندها اوريدي وهي مش عارفه حلها، فبالتالي انها بتعمل مسابقه وبتروح حاطه وتكون راعي عليها وبتحط المسائل او المشاكل بتاعتها دي في المسابقه دي. فبالتالي طالب زيك شاطر ممكن يوصل لحل عبقري. فبالتالي الشركه دي هتيجي تاخد الشخص ده عشان هو عبقري، مش عشان هو جامد في الفرونت اند ولا عشان هو جامد في الباك اند، لا هو جامد في التفكير المنطقي بتاعه في البروبلم سولفنج سكيل. فممكن حد يشتغل في اكبر الشركات في العالم، اكبر شركات في العالم، من غير ما يتعلم تكنولوجي. طيب انا واحد ما حالفنيش الحظ ان انا اكون من الناس دي، اعمل ايه؟ ممكن اشتغل بمواد الكليه. انا كمحمد ما شفتش، يعني مش هكذب واجي اقول لك انا شفت. انا ما شفتش نهائي 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 حد اشتغل لازم اشتغل بمواد على الكليه، نفسي. بمواد الكليه فقط في اي شركه نهائي. لا انت لازم تختار تراك معين وتقدم عليه او تشتغل بيه. بص، خلينا واقعيين. افتح اي شركه في العالم حتى لو شركه لوكال او جلوبال، وشوف الديسكريبشن بتاعها. هل هي عايزه تراك معين ولا عايزه جنرال؟ هتلاقي مفيش شركه عايزه تراك معين، هي عايزه جنرال. يعني بس في الاصل بتبقى مسمى التايتل بتاع الوظيفه لمسمى علمي. يعني مثلا لو انت كتبت في جوجل فرونت اند انجينير في الكارير بتاعها، هتلاقيها بتطلع لك فرونت اند كتير جدا جدا جدا، وفي الاخر السكيلز بتاعتها اللي هي مطلوبه جنرال بس في تايتل. طب التايتل ده احصل عليه ازاي؟ معنى كده انك انت لازم تتعلم فرونت اند عشان تعرف تقدم على البوزيشن. ما تروحلهمش باساسيات وتقول لهم انا كمبيوتر ساينس انجينير، يقولوا لك ايوه انت عايز ايه؟ احنا حاطين بوزيشن اسمه فرونت اند. فما تجيش تقول لي كمبيوتر ساينس انجينير، هتقول لهم طب ما هي موجوده في الديسكريبشن. يقول لك بس احنا عايزين واحد برضه كويس في الفرونت اند في التكنولوجي. وفي كلام ده في شركات كتير جدا 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 جدا. يعني كل شركه من الاخر كده، بالظبط. يعني انا شايف ان كل شركه بتحط بنود او رولز للشركه بتاعتها بحيث انها تقبل الناس على اساس. فما تجبرش الشركه انها تقبلك لمجرد انك انت ما تدرس اساسيات او انت مش عايز تتعلم تراك. طب مقترحات حضرتك ايه بالنسبه للخبره وانا في الجامعه؟ اقدر احصلها ازاي او احصل اكبر قدر منها؟ انك انت تبدا تخش ستودنت اكتيفيتي. ده انا عملته وساعدني جدا 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 جدا. خش ستودنت اكتيفيتي مختلفه، بس خش وخلي هدف انت داخلها ليه. مش داخلها من باب انك انت بتقضي فراغ، لا، خشها من باب انك انت هتعود عليك بعائد بعدين. يعني انت بتعمل خير
ده كلنا بنعمل نيتنا اننا خير، بس برضه بيبقى في جانب احنا بنفكر فيه لقدام، انا ايه اللي هيخليني مثلا اقضي في الكوميونتي ديت واساعدها، واحاول اعمل الحاجات اللي زي مثلا لو في ايفنت اللي هيخليني انزل، لو في انزل انظم يعني، لو في مش عارف عايزين يعملوا بودكاست ايه اللي هيخليني افكر واكلم بي ار، ابقى بي ار واروح اكلم ناس. يعني شوف انت هدفك من الحاجات دي ايه، هل انت عايز تكبر النتورك بتاعتك، ولا انت عايز تضيع وقت؟ انت عايز تضيع وقت ما انصحكش انك تخش ستودنت اكتيفيتي، عشان تضييع الوقت ليه وسائل كتير جدا، يعني كلنا عارفين الحته ممكن ابسطها تروح تقعد في قهوه، وده مش تقليد يعني. بس انما انت دخلت، خلي مثلا قلت انا داخل الكوميونتي دي بحيث ان انا اعمل نتورك كويسه، انمي نفسي في المهاره من مهارات مثلا البروبلم سولفينج، انمي مثلا احاول هم مثلا الاكتيفيتي ديت بتنزل كورسات وبتعمل رود ماب وبتنزل تشرح، احاول اخش التراكات دي كلها واخد نبذه عنها، وكده كده هي فري مجاني، مش هدفع فلوس مقابل الماده العلميه اللي هتجيلي، فبالتالي انا كسبان. فخلي هدفك انك تخش ستودنت اكتيفيتي لهدف معين، مش تخشها من باب تضييع فراغ او ان هي بتقضي فراغ. صدقني هتتخرج زي كده في يوم من الايام من الستودنت اكتيفيتي، مش هتتذكر اي حاجه ولا اي موقف غير الحاجات اللي انت استفدت بيها، عشان اتفق هي مع دي الحاجة، حضرتك جدا. عشان دي الحاجات اللي انت هتبني بيها حياتك. انما مش هتبني حياتك على الطرمحه لحد 6 بالليل و10. انا في ناس اصدقائي كانوا بيطلعوا من الكليه تحديدا الستودنت اكتيفيتي، كانوا بيخلصوا الساعه 9 و10 بالليل. تقول له ليه؟ يقول لك والله مش عارف، ممكن كنا بنحضر اورجنايزيشن لايفنت، كنا بنفكر ايه اللي احنا هنعمله الشهر الجاي او السنه الجايه. طب هل انت بقى هتعود عليك شخصيا من الحوار ده بحاجه؟ يقول لك لا انا بعملها فور فن. انت كده بتضيع وقتك، انت كده بتموت وقتك. فادام انت مش طالع باستفاده ما انصحكش انك تخش ستودنت اكتيفيتي. بالظبط، اتفق مع حضرتك جدا في الموضوع ده، خاصة ولان كل واحد بيدور على جزء معين، سواء الناس اللي بتدور على الصعيد الشخصي او الصعيد الاكاديمي. كل واحد فينا بيدور على حاجة تخصه، او الحاجة اللي بتكون بتلمسه، عشان بعدها يحسنها اكتر او يزود فيها مجهود اكتر، بحيث ان هو يقضي على المشكلة او العيب اللي عنده. بس ده هل حقيقي. بالنسبة للكلية؟ اتفضل اتفضل. اتفضل اتفضل. هل بالنسبة للكلية دورها مهم في انها تأهل الطالب لمواجهة سوق العمل، ولا كله بيبقى على الطالب بس؟ بنسبه حوالي 50% الكليه بتاهلها. مم، ازاي؟ مثلا انت بتاخد مواد يعني، خلينا برضو نحط يعني حاليا الشركات بقى عندها وعي. ازاي؟ يعني الشركات دلوقتي بقى عندها وعي يعني ايه بروبلم سولفنج، عندها وعي عندها ادراك يعني ايه السكيلز دي. انا قدمت في شركات كتير جدا فرونت اند انجينير في مصر وبره مصر فرونت اند ديفلوبر. انا دخلت انترفيو في شركه هنا في مصر عاديه خالص فرونت اند بوزيشن، قعدت ساعتين كامله اتسال بروبلم سولفنج سكيل. هتيجي تقولي طب انت هندسه رياكت ديفلوبر يعني واحد بتاع فرونت اند، اقول لك اه بس الشركه دي حاطه من اولوياتها انها عايزه واحد كويس في البروبلم سولفنج. ما تجيش تقول لها انا كويس في التكنولوجي مش كويس في البروبلم سولفنج. طب انت هتجيب البروبلم سولفنج سكيلز منين؟ من الكوليدج. ازاي؟ انت بتاخد مواد في الكليه زي داتا ستراكشر، الجوريزم، ديزاين باترن، اوبجكت اورينتد ديزاين، حاجات من دي كلها بروبلم سولفنج سكيلز. هتبدا تحل عليها، تشوف سيستم تحاول تفكر فيها ازاي بتتحل. عشان كده الشركات العالميه كلها ما بتسالش غير في مواد الكليه، ومواد الكليه مهمه انت لازم تهتم بيها. انما سوق العمل، سوق العمل محتاجك انك تتعلم تراك من التراكات علشان يساعدك انك تبني سيستم كامل وسيستم كويس. فبالتالي كل حاجه بتكمل حاجه، يعني 50% مواد الكليه، 50% تشتغل على نفسك اللي هو هتختار فيهم تراك. فلازم العلاقه تكون متوازيه، تمشي باراليل في الاثنين، يعني بتذاكر مثلا وليكن او اس وفي نفس الوقت بتذاكر اتش تي ام ال او بتذاكر جافا. طب ايه الهدف؟ علشان تكون على الاقل ملم بده كله. دخلت انترفيو مثلا بيسالوا في بروبلم سولفنج فانت دايس معاه، دخلت انترفيو بيسالوا تكنولوجي انت برضه دايس معاه. يعني احنا عندنا مثلا في مايكروسوفت بتسال تكنولوجي وبتسال بروبلم سولفنج وبتسال بيهيفير. حلو. مع ان انا في الاصل بقيت تمام. سوفت وير انجينير، يعني انا شغال كل حاجه، انا شغال فول ستاك، فرونت وباك واوتوميشن تيستنج وكله. هل هاجي اقول للشركه بعد اذنك لا انا كويس في بروبلم سولفنج وامتحنيني بس بروبلم سولفنج؟ هتقول لك انا حره. مع انك انت ممكن في يعني مثلا في ناس كتير جدا جدا ممكن تتسال في الباك اند تكنولوجي في اي شركه من الشركات العالميه، وفي الاخر يخشوا سوق العمل، او ما يجي يخشوا الشركه اوريدي يلاقوا حاجات تانية خالص بيشتغلوا عنها بعيدا خالص عن الانترفيو. والكلام ده كتير جدا الناس اتكلمت فيه. طب ازاي يعني انتوا
ازاي بتنتقوا نفسكم، يعني ازاي بتعمل واحد انترفيو بروبلم سولفينج، وازاي في الاخر انت ازاي هيشتغل في الاخر فرونت اند. كل ايوه. شركه بيبقى لها اسطمبه كده، عايزه الناس اللي عندها في الشركه يكونوا كلهم في نفس الهايرنج، يعني كلهم عندهم نفس العلم، يعني الناس متقاربين في الذكاء، متقاربين في الماده العلميه، فبالتالي عايزين ناس كويسين في مواد الكليه وكويسين في التكنولوجيا. فانت ما تجيش على حاجه مقابل حاجه، ولا تيجي تقول لي مواد الكليه ملهاش لازمه، ولا تيجي تقول لي التراك ملوش لازمه، انا ممكن اشتغل بمواد الكليه بس. يعني ده حاجه اساسا غير عقلانيه. ويخش يشوف السوق عامل ازاي، يعني انت اللي هتشوف. بالظبط. يعني احنا حضرتك دلوقتي اتكلمنا عن الستودنت اكتيفيتيز قبل كده، وقلنا ان الكونكشنز مهمه جدا. فيعني بالنسبه للكونكشنز دي، فايدتها هتعود عليا في الشغل وفي نفس الوقت في الخبره، وامتى ابدا اعمل كده؟ طيب، جميل جدا. في الحقيقه انا كمحمد يعني ما كنتش مهتم خالص بالنتورك، بان انا اعمل شبكه وعلى كده. انا فتحت لينكد ان بالظبط تقريبا من سنه وشهرين. يعني انا كان عندي من زمان، بس انا عمري ما فتحت ولا عمري اساسا كان ولا اساسا كنت مهتم ايه لينكد ان ده ولا فكره اللازمه. المهم، لقيت صديق ليا في مره من المرات منزل بص، وبصيت على الفولور بتوعه لقيت 14,000. الواد ده اعرفه، يعني صديق ليا ومعايا في الكليه وكده. طب اه. إيه اللي هو بيعمله؟ لقيته ما بيعملش حاجه خالص، يعني بينزل بوستات عاديه، الناس بتراكت معاه، تفاعل كده. فانا حسيت لا، يعني الشخص ده بيعمل حاجه مهمه. ولقيت ناس كتير بتتفاعل مع مواد علميه ومع بوستات علميه وحاجات من دي. وانا كنت لسه بحقيقه لسه متخرج من الكليه، وعندي شويه علم بسيط، حابب ايه اشاركه مع الناس، وفي نفس الوقت ادور بيه على شغل حلو. يعني من حلو. الاخر كده ممكن تقولها اماركت لنفسي، يعني ده المسمى اللي الناس كلها بتعمله حاليا. اي حد على لينكد ان بيماركت لنفسه، من ناحيه البوستات، او من ناحيه بينشر علم، او من ناحيه انه بينزل مظبوط. كتب، او من ناحيه ان هو بيعمل كورس وينزله. الحاجات دي كلها يعني ما فيهاش اختلاف، ولا فيها ان ايه انت تمام، يعني كلنا بنعمل نفس الهدف. المهم، فانا كنت بالظبط. اه. بدور على شغل. والله يعني على ما اتذكر اول شغله جات لي، يعني الكلام ده من سنه، ما كانش لسه عندي اي فولور خالص، يعني كان حتى الكونكشن بتاع حوالي 300 شخص او 400 شخص، اللي هم اساسا سينكت من الموبايل. مثلا ساعات كده مش بيقول لك سينك من الموبايل على لينكد ان، اللي هم الاصدقاء اللي هم كانوا عندي على الموبايل اترفعوا على لينكد ان، فبقوا عندي، اللي هم اساسا انا لسه ابيض. ايوه. اه. فبدات بقى ايه، اعمل كونكشن، اي حد قابله تعالى اركب اركب تعالى. فقعدت اعمل شويه لحد ما بقى عندي مثلا نقول حوالي 1000. يعني الكلام تمام. ده تقريبا بقى في شهر 10. جميل. قعدت بصراحه اقدم على وظائف، يعني ساعات كان بيجي لي انترفيو، ساعات ما كانش ساعات بخش انترفيو ساعات ما بتوفقش، كتير جدا برضه اترفضت. واحيانا ساعات بتقبل، بس يعني البيئه اللي انا هشتغل فيها بعيده جدا عني، وده كان مسبب لي مشاكل كتير. يعني كان لسه والدي متوفي، فبالتالي صعب حوار التنقل والكلام ده، فده كان عامل لي ازمه في المواضيع اه. دي، ان انا هبقى هسيبهم في البيت وهبقى لوحدي في حته هم في حته والكلام ده. المهم، نزلت بوست على لينكد ان خاص بمشروع كنت عامله في رياكت. كان اول مشروع عملته بقى كان سينما عاوز كده شبه نتفليكس والكلام ده. اه. فلقيت واحده في شركه ما، اول شركه اشتغلت فيها في البيزنس، كانت كواليتي اشورنس انجينير معايا في الشركه. قالت لي، شافت البوست بتاعي، قالت لي احنا بندور على حد رياكت، فتجي تشتغل معانا. امم. فسبحان الله، يعني نزلت البوست والله بعدها بساعه انا ما اتذكر، واديتها الرقم. بعدها بربع ساعه لقيت البرودكت مانجر بتكلمني وعرضت عليا. جميل. 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 فإشاء القدر، أنا أساسا كنت لسه مقبول في شركة تانية في التجمع وكده، وكانت نفس السالري ونفس كل حاجة، بس أنا بقى يعني حسبتها غلط، ورحت رايح بتاعة التجمع ونفضت لي بتاعة الريموتلي. يعني دي كانت ريموتلي وكان نفس كل حاجة، كان البديهي أو بالعقل كده كنت أخش إيه، يعني كنت أجون في الريموتلي، ريموتلي. يعني اه. البديهي الالف ب. بس ما تعرفش، يعني عادي تقريبا كان في الزريبه، فمش عارف. دخلت رحت برضه قلت لهم لا انا بصراحه اشتغلت، بس سبحان الله يعني شيء القدر، ان هم قالوا لي ايه، طب تعرف تعمل لنا ريفرال لحد من اصدقائك. سبحان الله عملت لهم ريفرال وثلاث اشخاص وقبلوا اثنين منهم. اه. جميل. سبحان الله. المهم، ما سبحان الله. كملتش حوالي 3 ايام في شركه التجمع بعد ما عملت ريال لوكيشن وشوف السكن والكلام من ده. وبصراحه كان بيئه عمل سيئه جدا جدا، ما فيش تنظيم، ما فيش سينيور، ما فيش تيم ليدر، ودي اساسا حتى عايزين نرجع نتكلم عنها. هل اشتغل في شركه
بمقابل مادي وانا ما بتعلمش، ولا ادام انا باخد فلوس اعلم نفسي وخلاص؟ هاجي اجاوب على الحته ديت سريعا. طول ما انت اتفضل. طول ما انت شغال لوحدك، صدقني مش هتستفاد حاجه. يعني ما تجيش تقول اذا مثلا الفريلانسر، انا كمحمد انا افشل حد في الفريلانسر عموما. مم. بس ان انا ايه، يعني ما بعرفش انتظم في المواعيد. وكمان في حاجه، انا عملت شغل والشغل ده عملته عادي واشتغل وزي الفل. الشغل اللي انا عملته ده الشغل اللي انا متعود اعمله. يعني مثلا لو انا شغال بفانكشن معينه، فانا هستخدمها في المشروع بتاعي، بس دي ممكن ما تكونش انسب حاجه، بس انا كمحمد ما عنديش علم غير بيها. فبالتالي ما اه، فيش حد هيبقى فوقي يقول لي ايه، انت عندك مشكله في الحته دي، او روح شوف فانكشن ثانيه، او روح اعمل امبروف للكود بتاعك. فبالتالي مش هيبقى في حد رقيب عليا غيري والبرودكشن، ومع السلامه. فبالتالي انا بالظبط. ما اه، بتعلمش، انا مش بتعلم. حتى لو عملت 1000 مشروع انا مش بتعلم. يعني في ناس يقول لك مم. ايه، قصه المشاريع هتديك اكسبيرينس. قصه المشاريع في الشركات هتديك اكسبيرينس طبيعي، عشان في تدرج وظيفي وفي سنيور فوقك وفي كلام ده. انما انت شغال لوحدك وانت ما عندكش، يعني انت هتكتسب خبره، وليكن نقول مثلا 20% من الشخص اللي شغال فوق سنه 80%. وانا شفتها يعني في الشركه اللي انا، وفي الاخر بالمناسبه ارجع لك تاني، المهم ان انا ما كملتش 3 ايام في الشركه بتاعت التجمع دي، وفي الاخر كلمت الشركه تاني اللي هي البرودكت مانجر كلمتني دي، قلت لها انا عايز صغير، عايز اشتغل معاكم. و ايوه والله يعني بجد. والحمد لله فضل وكرم ووفقوا يعني، ودخلت وبدات اشتغل معاهم. ودي تقريبا كانت اجمل حاجه بقى. كنت رجعت البلد بقى واشتغلت ريموتلي، كنت اول مره بقى ايه، اجرب شغل الريموتلي بقى عامل ازاي. وبصراحه يعني انبسطت كده انه كان فوق السن، وتبارك الله يعني حاجه محترمة وشاطر جدا، تبارك الله عليك، ربنا يزيده ويوفقه دايما. فقعد يعلمني كتير جدا، بعد يقول لي يا محمد ذاكر كذا، اتعلم كذا، اعمل كذا. وطبعا لما بستقف حاجه بروح له بيساعدني فيها جدا جدا ما شاء الله. فده بقى فرق، ان واحد يبقى فوق سينيور بيوجهه وبيساعده في ان هو ينمي نفسه، وان واحد يروح يشتغل في شركه ما فيهاش اي تدرج وظيفي، ولا فيها فوق حد. يعني انا اتذكر في الشركه بتاعت التجمع دي كان فوق البرودكت مانجر، وهو اساسا كان البيزنس يعتبر البيزنس اونر بتاع المخطوبه اللي اسمها الشركه اللي كنت فيها دي. حلو. ايوه. اه. فبالتالي هو اساسا يعني، انا اسف، حمار في البرمجه، مش بتاع، مم. مش مجالي. ليه؟ كل ما اجي اساله في حاجه، طب انت عايز نعمل ايه، يقول لي ايه، راح بعت لي ملف 30 صفحه كده PDF، وقال لي اعمل المشروع ده. اه. فتخيل واحد جونيور مبعوت له PDF 30 صفحه بيقول له اعمل الابلكيشن ده. انت بتهزر يعني طب ما تفهمني. قال لي افهم يا باشمهندس، انت معاك PDF؟ يعني هو انت هبل؟ يعني انا مش فاهم، يعني انت ازاي بتقول لي معاك PDF؟ يعني اقابل له واشرب ميته؟ انا عايزك تقعد معايا كده تفهمني اعمل ايه. انا واحد جينيور، انت بتكلمني كجينيور وانت جايبني هنا كجينيور، مع ان شيء القدر سبحان الله في الانترفيو اتسالت بروبلم سولفنج. تخيل جه سالني بيقول لي لو اه. انا عندي لينكد ليست وعايز اشيل منها نود او اي هبل كده اعمل ازاي؟ يا عم انت بتقول ايه؟ يعني تخيل الشركه تعتبر سيلم وبيجي يسالني بروبلم سولفنج للدرجات دي؟ يعني تعتبر السيلم بقى عندهم علم بالبروبلم سولفنج؟ يعني من خلال كلام حضرتك كده والخبره، يعني اهم حاجه نقدر نركز عليها احنا كطلبه او ناس لسه جونيورز هي البروبلم سولفنج دي، تقريبا ما فيش شركه بتخلاش منها، او على الاقل الشركات المحترمه يعني. بالظبط. وحضرتك وكمان الشركات بقى دلوقتي عندها علم بالبروبلم سولفنج، عندها علم كبير كمان. تقول لك انت لازم تكون عارف بروبلم سولفنج، هي الشركه عايزه كده. فبالتالي انت مش اه. هتقدر تجبرها، ولا تيجي تقول لها انا مش عارف بروبلم سولفنج، تقول لك خلاص مع السلامه نشوف حد غيرك. يعني الشركات كلها راس ماليه، فاهم؟ مم. يعني لو انت مش كويس هتشوف حد غيرك كويس. هو صاحب الشركه عايز يكسب مش عايز يخسر، فيجيب واحد كويس يشيل الشغل، مش هيجيب حد تعبان وخلاص. طب بمناسبه الحديث عن الشركات الرأسماليه، هل الموضوع بيبقى احيانا فيه وسايط كتير وناس بتخش، ولا هو فعلا الشركات بتكون محتاجه حد عشان ما تضيعش وقت ومجهود او فلوس؟ في الحقيقه اللي اعرفه ان المجال بتاعنا ده الوحيد في العالم اللي ما فيهوش واسطه. يعني ما فيش حد هيدخلك الشركه لجمال عيونك، او في واحد هيقبل بنت عشان حلوه مثلا. لا، هتخش انترفيو، هسألك أسئلة، عرفت تجاوبها هديك تاسك، عملتها هتتقبل، طب ما عملتهاش مع السلامة. ليه؟ الشركات كلها رأس مالية، هي عايزة تكسب. فإيه اللي هيخلي الشركة تعين واحد تعبان؟ مم. ايه اللي لو هي شركه مقبوله بس هي انت ما بتشتغلش؟ يعني مثلا في بتوع تجاره او بتوع حقوق او الكلام من ده، او المحاميين مثلا، تلاقيه، او اللي خلينا في المحاسبه عشان يشتغلوا في البنوك والكلام ده، بيبقى فيها وسايط. ليه؟ عشان كل بتوع تجاره اساسا عندهم نفس العلم. يعني ما فيش حد ازيد من التاني، كلهم بياخدوا نفس المحتوى، ممكن ياخدوا كورسات بعدها وبعدها يشتغل. فبالتالي المنافسه كتير جدا 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 على البنوك. وكمان البنوك صغيره، يعني لو تعد مثلا البنوك اللي في العالم كله
يقول لي يا عم وليكن 1000 بنك، وانا شايف ان ده مم. رقم كتير، وانا نقول فرضا. مثلا 1000 بنك، مثلا نقول 1000 بنك. كم حد بيتخرج؟ نقول مثلا في كل بنك هيشتغل 100 شخص او 50 شخص. نقول يا عم 100 شخص، مم. 100 في 1000 تقريبا ب 100. 10000. 100000. 100000. مم. اه 100000. 100000 حلو. مظبوط. كم شخص اتخرج من كليات التجاره اللي في العالم كله كل سنه؟ عدد كبير جدا لا يحصى. يعني تقريبا يعدوا ال 15 20 مليون. مم. ده اللي في العالم كله. طب تخيل 15 20 ايوه. مليون دول هيشتغلوا فين يعني؟ والبنوك اساسا 100000 بنك، ابتدى عايزين بس 100000 وظيفه. فبالتالي المنافسه صعبه جدا، فبالتالي اي حد دخل البنك بيشوف وسط عشان يدخل واحد صح، عشان هم كلهم عندهم نفس السكيلز. بس بقى الفكره في ايه؟ في الجمايل، في الحاجات دي. انما في مجالنا مم. لا، ما فيهوش واسطه نهائي. انت وعلمك، او انت واللي وصلت له شاطر هتخش، مش شاطر مع السلامه. الفرايتي اللي في السوق كمان بتساعد الشخص اللي قدام ده ان هو يتخصص في حاجه معينه، ففي كتير جدا. اللي هي فكره ان احنا عندنا في مجالنا احنا كسوفت وير انجينيرز او كده، ان مفيش حاجه واحده بيتفق عليها الناس، وطرق الحل زي ما حضرتك قلت قبل كده في البروبلم سولفنج مختلفه جدا، فهو ده اللي بيخلي الناس عاوزه شخص اكتر او اشخاص اكتر، فبالتالي هو مش هيجيب حد عنده واسطه، او مش هيعمله ريفير الا اذا كان متاكد ان الشخص ده في المكان المظبوط. حقيقي. يعني ما اتذكر يعني كان واحد يعني مش مهندس شغال في شركه امازون، مشهور ما شاء الله، في شركه جوجل ما شاء الله عليه. بيقول لك انا ما بعملش ريفرال لشخص غير لما بكون عارفه. مع ان ففي مم. ناس هاجمته، بتقول له طب ليه ما اعتبرها وسيله مساعده؟ قال له طب ما هو ممكن يخش وما يأديش في الشركه وهتكون في وشي، اقول لهم ايه؟ فبالتالي لما اجي اه. اختار شخص اعمله ريفرال، ابقى متاكد من العلم بتاعه ان هو كويس، يعني اعرفه معرفه شخصيه او ما اعرفوش، او وعرفت وشفت ان هو كويس، او جالي فيدباك منه ان هو كويس. انما مش اي حد كده في الشارع تعالى اعمل ريفرال او اعمل له. مم. مم. طب ايه من خبرة حضرتك كده، ايه المهارات المهمة سواء سكيلز او تكنيكال اللي المفروض اكتسبها قبل ما اخش سوق العمل؟ بسم الله. انا شايف ان حاليا يعني في العصر اللي احنا فيه لازم اول حاجه تدرس سوق العمل بتاعك، او تدرس الحاجه اللي انت يعني حابب تخش فيها. زي مثلا، يعني مثلا من سنه اما جيت افكر في الفرونت اند وتحديدا الرياكت، فانا كنت في الكورس وباخد كورس يعني وكده كروت. مم. فجاء المعضله بتاعت الفرونت اند بتاعت انجلر ولا رياكت، ودي معضله كبيره، اه. تلاقي حد اختار انجلر ولا رياكت وتلاقيهم بقى عمالين يكرر. انا في الحقيقه في الجزء في اللحظه دي سبحان الله، انا كنت داخل على مشروع تخرج. انا كنت واخد الكورس ده عشان ايه؟ اخش مشروع تخرج. فانا كنت داخل على مشروع تخرج وكنت عايز حاجه واحده، اسهل حاجه تخليني اعمل سيستم في اقصر وقت. اه. فقعدت اسال كده يا جماعه، ايه انا واحد فيهم هيخليني اخلص بسرعه المشروع بتاعي؟ انا ما كانش هدفي في المستقبل، سبحان الله ما كانش هدفي ان انا ايه يعني، ان انا اشتغل بالجزء ده وكده. يعني انا كان هدفي كله ان انا عايز حاجه بس اخلص مشروع تخرج، وبعدها ايه ربنا يكرم. يعني كده كده الارزاق بيدي، لو انا عمري ما شلت هم في الحته دي، فان شاء الله ايه ربنا هيكرمني. اه. جميل. ف جميل. فتوكلت على الله وقلت ايه على رياكت، عشان ايه؟ اسهل حاجه وتخليني اخلص المشروع بتاعي في اسرع وقت. وفعلا بعد ما بدات رياكت واخترت رياكت ولقيت الرياكت يعني كويسه جدا 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 جدا، يعني بسبب الامتيازات بتاعتها. طيب لقيت فيها شغفك. بالظبط، لقيتها لا كويسه وحبيتها والكلام ده. فانا درست مم. يعني، مع اني ما درستش السوق العام، بس انت حاليا في الوقت اللي احنا فيه انت لازم تدرس السوق العام. يعني الكلام من سنه غير الكلام دلوقتي. الكلام ده كان من سنه ونص تقريبا، ولا داخل على سنتين اهو، غير دلوقتي خالص. دلوقتي اه. السوق انتشر بطريقه واسعه. يعني دلوقتي انا بشوف وظائف رياكت تقريبا كلهم حوالي 10 مقابل 3 انجلر. ده مم. لو شفت اساسا قد كده. فيو جي اس تقريبا ما شفتش، بقالي كتير جدا جدا ما شفتش فيو جي اس جدا. مم. فهل ده يعني لازم تدرس السوق كويس، تعرف انت شغفك في ايه. مش عايز اقول لك انك تختار اختيار وتقعد تجرب والهري ده، بس انا شايف من وجهة نظري انك انت تعمل حاجات، يعني تعمل حاجه جميله. تحاول تسال ناس خبره في عده، مثلا في عده مجالات، وتقول لهم مثلا انا قدامي مجال واحد اثنين ثلاثه اربعه، وانا شايف في كل واحد مثلا ان انا متميز. انا مثلا انا كويس في الفرونت اند في حته اليو اي، وكويس في الباك اند في حته الداتا بيز، وكويس في كذا في حته كذا. فتلاقي حد فتثق في، مثلا فتسال ناس ذو ثقه عندهم علم في الحته دي، هيرشدوك باذن الله. هم ممكن يعني قليل اول اللي هيدي لك اجابه، بس معظمهم يقول لك إيه، روح تمشي على شغفك انت. ليه؟ اصل من الصعب ان انا احدد لك شغف او احدد لك مستقبلك. يعني مثلا ما ينفعش اقول لك الرياكت شغاله كويسه زي الفل، روح اتعلم رياكت. طب ما هو الفلاتر شغاله كويس، مم. الرياكت نيتف شغاله زي الفل، الدوت نت زي العسل، الانجلر لها شغلها.
فبالتالي مش هينفع اقول لك على حاجه وفي الاخر تيجي تقول لي ايه، انا اتعلمت يا باشمهندس رياكت وفي الاخر ما لقيتلهاش شغل. فانا مش عايز اطلع قرار او اقول لك على حاجه تعملها وهي اساسا ما تكونش مناسبه ليك. امم. فليه ارسم لك حياتك؟ فانت تروح تسيرش، المفروض تروح تسيرش وتشوف سوق العمل إيه اللي طالبه، وتبدا تتعلم اللي هو طالبه وتتوكل على الله. وطبعا الارزاق بيد الله، الحاجات دي بتعمل اللي عليك والباقي ده مش بتاعك، بتاع ربنا. فربنا ما بيشوفك بتعمل اللي عليك فبيرزقك. ونعم تتوكل بالله. عليه وتتوكل عليه. فلازم لازم يعني تحدد انت هتخش في سوق العمل فرونت اند ولا باك اند ولا موبايل ولا ماشين ليرنينج ولا داتا ساينس ولا ايه ولا ايه ولا ايه، وتبدا تشوف رود ماب كويسه تسير عليها في النهج دوت لحد الاخر. خلصتها وبعدها اسال على شغل، ما تكونش في نصها زي اللي بيحصل الفتره الاخيره دي. تلاقي واحد لسه مثلا بادئ رود ماب او بدا كورس في اول سيشن ليه او تاني سيشن ليه، ويروح يكلم الانستراكتور يقول له انا مش لاقي وظايف او الوظايف كتيره جدا وخايف لما اجي اخلص الكورس ما الاقيش وظايف، او الوظايف قليله جدا وانا حاسس ان انا لما اتعلم الكورس مش هستفاد حاجه ومش هلاقي شغل. طب هو انت ليه امم. تخيلت ده كله؟ طب ما تتخيل انك انت لما تخلص الكورس هتلاقي شغل ليك. يعني انت ليه تخيلت على طول السوق الاسوأ انك انت مش هتلاقي شغل؟ طب ما تعمل اللي عليك. بالظبط، هي فكره حتى الفلكسبيليتي، او ان انا يبقى عندي مرونه في اختيار الشغل الدارج في السوق. دي حاجه مهمه حتى لو انا بدرس او كده. بس برضو مفروض ان انا اركز على حته السوق طالب ايه، ولا انت ايه راي حضرتك؟ ايوه طبعا طبعا. يعني بالعقل كده، يعني مثلا انا لقيت ان الرياكت حاليا الفتره الاخيره دي بقت مشهوره جدا على انجلا، والدوت نت بدات تاخد مكانها في السوق هي والنود جي اس. فما اروحش اتعلم جافا يعني؟ ما تجيش تقول لي مم. الشركات الكبيره شغاله جافا، ماشي يعني. كده كده الشركات الكبيره فيها شغل جافا طول العمر، وكل الشركات طالبين جافا عادي يعني حريه. بس انت بتشوف الشائع والاكثر بالنسبه لك ايه؟ مثلا دوت نت شغاله كتير وانت عارف مثلا جزء من السي او جزء من الدوت نت، هتكمل خلاص دوت نت. انت كويس في الجافا سكريبت وكده خلاص، كمل رياكت وكمل نوت جي اس. فبالتالي يعني بالظبط. لازم لما تيجي تختار حاجه اختار حاجه مقاربه للي جواك، يعني مقاربه لحاجه انت اوريدي عارفها. يعني انا مثلا لما جيت اختار دوت نت، يعني انا اخترتها عن حب، مع ان انا على فكره اشتغلت شويه نوت جي اس. بس انا لما بدات اركز في دوت نت يعني حبيتها. ليه؟ حسيت ان انا اساسا قريبه جدا من سي بلس بلس، قريبه جدا من اللانجوج النظيفه. مم. فبالتالي اهتميت بيها وقلت لا خلاص نكمل دوت نت. ليه؟ عشان حسيت ان فيها حاجه. انا حبيت الدوت نت ولقيتها كويسه ولقيت الكوميونتي بتاعها كبير، ولو سالت على حاجه وقفت في حاجه فهلاقي لها اجابه، ومفيش حاجه ملهاش اجابه في البرمجه عموما. فبالتالي ما اروحش اختار حاجه في سوق العمل ملهاش سوق عمل، اخليني بالظبط. ذكي. طبعا الجانب الاخر من التكنيكال بقى اللي هو الجزء النون تكنيكال، السوفت سكيلز، من مجال خبرتك كده وانت اتعاملت مع ناس كتير، حاجه زي التيم وورك مثلا، ده تعتبر من اهم السوفت سكيلز الموجوده. في حاجه تانية اقدر اضيفها بجانب التيم وورك، وبرضه عاوزين ناكد على حته التيم وورك، لان في ناس كتير ما عندهاش فكره العمل الجماعي، او ان هي تشتغل في تيم وورك، دايما بتفضل ان هي تبقى سولو بلاير زي ما بيقولوا يعني. كل حاجه من ديت لها مميزات ولها عيوب. يعني انك انت بتبقى وحيد او تبقى سولو تبقى كويسه، وانك انت تبقى تيم ممبر في تيم تبقى ده حاجه لطيفه برضه. فمثلا تلاقي ناس يقول لك ايه، ما ينفعش كل شويه تتكلم في الانترفيو وتقول لهم انا عملت انا عملت انا عملت. لازم تتكلم تقول ايه احنا عملنا، كانك انت والتيم بتاعك. وتلاقي الجانب الثاني خالص يقول لك ايه، ما ينفعش كل شويه تعظم في التيم ده تقول احنا عملنا كذا احنا عملنا كذا عملنا كذا. طب انت دورك ايه في التيم ده؟ فاهم؟ فلازم تكون العلاقه متزنه بين الاثنين. انت عملت حاجات انت مفتخر بيها، وحاجات عملت مع تيم انت مفتخر بيها. طب اساسا لو انا عملت لوحدي دي امرها سهل، كنت تفتح اليوتيوب على اي حاجه تعملها انت. طب لو انا عايز اعمل حاجه ثانيه مع التيم، اروح رايح لمجموعه اصدقاء ليا في نفس المجال بتاع دول، بص يا شباب شايف اننا عايزين نعمل حاجه كده شبه امازون، ايه رايكم ان كل واحد منا يقسمها مع بعض؟ طب احنا مثلا كام؟ احنا اربعه، انا ممكن اعمل الفرونت، وكمان واحد مثلا احمد هيعمل كمان الفرونت، وعبد الرحمن هيشتغل معانا باك، وكمان واحد صاحبنا هيشتغل معانا باك، وممكن نشوف واحد صاحبنا خامس يعمل موبايل. فاحنا كده عملنا فول اي كوميرس سيستم، كلنا شاركنا فيه وكلنا اتعلمنا منه. فكل واحد فيبدا بقى مع بعض بقى يقسموا مع بعض، بتوع الفرونت احنا هنشتغل ازاي، هندفع على البرانش عامل ازاي، وبتوع الباك نفس الحوار، ونشتري سيرفر ب 500 جنيه، ونبدا نرفع عليه الشغل بتاعنا ونوريه للناس. في ناس جميل. اصدقاء ليا عملوا الفكره دي وربحوا منها فلوس، عملوا مشروع زي ده وكانوا وعملوه كامل. زي مثلا في حاجات كتير جدا جدا تمبلتات يقول لك اي كوميرس مش عارف ب 1000 جنيه. اه. ده كتير جدا يعني منتشر. طب 1000 جنيه جاي على اي كوميرس؟ يقول لك اه احنا كده كده عملناه مره وبنيناه مره.
وخلص. مم. فنبيعه بقى مثلا، يبيعه ب 20 عميل ب 20,000، مع انه ممكن ما يسويش حاجه، بس هم بيكتسبوا من العمل اللي هم عملوه، المشاركه اللي هم شاركوها سوا، كلهم اتجمعوا الاصدقاء دول لحد ما عملوا مشروع اي كوميرس، وكلهم قالوا ايه، ما نرفعه ونبيعه. فبالتالي انت ممكن بالظبط. تكتسب من الحته دي كتير جدا جدا جدا. وعايز اقول لك بقى، تعالى بقى، خلاص اتكلمنا عن التيم وورك، الحاجات التانيه بقى المهمه. مم. وعموما انت مش هتشتغل مع الات، انت هتشتغل مع بني ادمين. يعني لازم تكون، بيقول لك ايه، سويت توكر، تتكلم حلو، يعني تعرف تكسب العميل في صفك، او تعرف تكسب المدير بتاعك في صفك، تعرف تكسب السينيور اللي معاك في صفك. لو انت اخطات عادي يعني انا ايام اخطاء، ماشي، انا بعتذر وايه، واعمل اللي هم عايزينه عادي جدا يعني. دي مش هيقلل مني، ده بالعكس، ده حاجه كويسه ان انت عرفت ان انت مخطئ. انما ما تبقاش مخطئ وتقول ايه، تبقى انت لسه اساسا جينيور، ما بقالكش شهر شهرين في المجال، بتقول للسينيور ايه، انا شايف ان ديت مناسبه جدا عشان لو احنا عملنا كذا 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 كذا. فلو انت عندك تجربه يعني قديمه ومقنعه قول، طب لو ما عندكش وعايز تثبت رايك ما تقولهاش. انت كده مم. بتقلل من نفسك، يعني ما ينفعش تخش. يعني مثلا من احدى الاسئله سالتها في احدى الانترفيوهات بتاعت شركات بنك، هل حصل بينك كونفيوزنج او كونفليكت بينك وبين المدير بتاعك، او بينك وبين السينيور بتاعك؟ ده اه، سؤال بيعتمد هل انت فعلا قابلك مشكله ولا لا. طب لو قابلك مشكله بينك وبين المدير بتاعك او السينيور بتاعك، اتعاملت معاها تتصرف ازاي؟ فيها ازاي؟ اه. هل انت دخلت معاه في شجار واتخانقت معاه وقلت له لا انا شايف ان الحل كويس، انتوا اللي ما بتفهموش، او الديزاين اتغير او اي حاجه، ولا هتلبي الطلب بتاعه؟ مم. كل حاجه من دي انت لازم تكون يعني كويس في البيهيفير ده. يعني في شركات الفنج عندهم انترفيو كامل اسمه الليدر شيب، وانترفيو كامل بيهيفير، بيقعد يعصرك في البيهيفير بتاعك، عايز يعرف انت كويس ولا لا. انت لما تيجي عندنا الشركه هنكون بنحبك، ولا احنا ولا احنا في الانترفيو اساسا مش طايقينه. ما هو انت مش هتروح بالظبط. تشتغل مع بهايم، انا اسف يعني، انت هتروح تشتغل مع بني ادمين زيه وزيك كده، وهتلاقيهم بيتكلموا معاك ويهزروا معاك ويتكلموا معاك. فتبقى لازم كل كلمه انت بتقولها تكون محسوبه. فلازم طب كده بالنسبه تكون. اتفضل اتفضل. 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 لا، اتفضل كمل. لا اتفضل خلاص. هو طبعا يعني حاجه زي التيم وورك اكيد مهمه جدا، وزي ما حضرتك قلت برضو بنحب ناكد على فكره البيهيفير اللي الناس مفروض تكون بتتعامل مع بني ادمين، فطبيعي ان هو يكون حاجه مهمه جدا بالنسبه له ان هو يأدي بشكل كويس مع اللي حواليه، ويكون متفاعل معاهم حتى ما يتجاهلهمش، ما يفرضش رايه. بس بالنسبه بقى لو انا واحد في الممبرشيب ليدر مثلا، المفروض المواصفات اللي تكون عندي ايه عشان اكون ليدر شيب كويس، او عندي مهاره الليدر شيب كويسه؟ السؤال ده اتسالت برضه في احدى الانترفيوهات بتاعت شركات فانك، فانا حكيت لهم التجربه بتاعتي اما كنت التيم ليدر بتاع مشروع التخرج، وعجبهم جدا جدا. يعني ذكرت لهم بالظبط كل حاجه حصلت بصدق يعني. اساسا البيهيفير ده بيبقى بيزد اون ستوري، يعني مبني على قصص. لازم القصص بتاعتك ايوه. تكون قصص حقيقيه انت مريت بيها، فتحكيها بالتفصيل، بس انت لازم تكون منظم لها قبلها. يعني مثلا ما تخش تقول له كل ما تقول كلمه تروح راح تقول له اصل معلش اصل حصل قبلها كذا كذا، لا. انت في البيهيفير احنا بالذات يعني مثلا بنشوف ايه، او يعني مثلا نشوف الشركات دي بتسال ازاي في البيهيفير، ونشوف الستوري عندنا اوريدي تجسم او تتركب على السؤال ده. يعني مثلا في التيم ليدر، او زي ما انت ما قلت كده الليدر شيب، هاجي اقول له مثلا قصه انا كنت فيها الليدر، فاقول له مثلا كنت انا ليدر في مشروع كذا وعملت كذا، وقسمت وقسمت التيمات كذا وعملت كذا، وحصل مشكله بين التيم، بين اثنين اصدقاء في التيم، فازاي عالجتها، وحصل مشكله كونفليكت واحنا شغالين، كلنا ازاي بدانا كلنا نفكر مع بعض التفكير الجماعي، ازاي كلنا اشتغلنا كتيم ورك عشان نحل المشكله دي، كلنا ازاي سيبنا اللي في ايدينا عشان نيجي نحل المشكله دي، وهكذا. فانت لازم كليدر شيب، كليدر لازم تبين المهارات اللي انت عملتها او اوريدي انت عملتها قدرت. طب لو انت ما عندكش، قول له بصريحه انا ما اشتغلتش قبل كده ليدر شيب، مش مم. هتعيبك، دي بالعكس، دي هتكون اصدق مليون في الميه. كون ان انت هتحكي قصه كاذبه. بيقول لك ايه، اذا كان بالظبط. الكذب ينجي فالصدق انجى. مم. يعني انك انت تحكي قصه الفتها عشان فاكرها تخش على دماغه، هو مش عبيط ولا اهبل. الراجل هيعمل لك انترفيو ده يعني، عندنا دلوقتي في الشركات الكبيره هيبقى واحد برنسبل او واحد برنسبل يعني بقى له 20 15 سنه في الشركه، فعدى على ناس يعني عرف من الاخر كده ما يخش واحد الواد ده بيكذب ولا صادق. ايوه فبالتالي بالظبط. ما تحاولش يعني
تكذب. يعني انت ما مثلا انت ما لعبتش قبل كده كاز تيم ليدر في اي تيم او اي ستودنت اكتيفيتي او اي حاجه. ببساطه بصراحه انا ما اتحطيتش قبل كده في الرول دي، فانا بصراحه مش عارف لو اتحطيت فيها هعمل ايه. اه. بس هم هيحترموا الحته دي. حتى انا قبل كده في احدى الانترفيوهات بتاعت فانك، اما قال لي هل حصل بينك كونفليكت وبين التيم ليدر كونفليكت، اجبت اجابه صادقه. ما قابلنيش قبل كده مشاكل بيني وبين المدير بتاعي. انا ما كان بيقول لي حاجه بعملها بس كده. انما انا اجي اقول له لا جميل. حصل كونفليكت، في ناس يعني هو بيبقى عايز يقول له انه حصل كونفليكت وحله ازاي. يعني في ناس يعني بتكذب من باب انها ايه، تبين ان هي تعرف ازاي تتعامل في المواقف الحرجه، مع انه لو قال لها بكل بساطه ما حصلش مشاكل تحت الموقف. يعني مثلا المدير اول لما قلت له الكلام ده في الشركه الفنج اللي انا كنت فيها، في احدى الشركات يعني، قلت له بصراحه ما حصلش مشاكل. قال لي انا كنت متوقع الكلام ده، انت لسه صغير، فازاي هتعمل مشاكل بينك وبين المدير بتاعك. بالظبط اه. تخيل بقى لو انا الفت موقع هيجي يقول لك يعني لسه عيل صغير، او لسه هيعرف. جينيور، يعني لسه اسف يعني لسه جينيور، لسه بادئ حياته وحصل مشاكل بينه وبين المدير بتاعه. طب بعد كده هيبقى مم. عامل ازاي؟ اصل انت في يوم من مم. الايام هتبقى سينيور الايام هتبقى زيه مكانه ويبقى تحتك ناس. اما انت بالظبط، لسه هو مر صغير. بكل اللي انت مريت بيه قبل كده. اكزاكتلي، اما انت لسه صغير وبينك وبين المدير بتاعك مشاكل، طب افرض انا المدير بتاعك هتوجع دماغي كل شويه بقى. مم. انت جميل حتى جدا لو حته بصيت الليدر. انت حتى اتفضل. لو بصيت لها من الناحيه دي انت مش هتتقبل ان حد كل شويه كل ما تتكلم في حاجه يعارضك فيها، كل ما تقول له على راي يقول لك لا ده غلط. انت ذات نفسك هتكره الشخص ده. ايه يا عم، انت لو واحد صاحبك كل شويه بيزهقك بالكلام، وكل ما تعمل حاجه يقول لك لا يا عم الشغل ده غلط، الشغل ده وحش، الشغل ده، انت هتتقفل منه. اكيد اه. وده صديق ليك يعني اخره مع السلامه انفريند او بلوك وخلص. انما ده مديرك، مم. هتبقى معناها انك تمشي مع الشركه مع السلامه. ايوه بالظبط. يعني في فرق شاسع بين ده، فانت لازم تكون مستعد للانترفيو يعني في ناس كتير، يعني في ناس كتير دخلت الشركات فانج واترفضت مع انها دخلت اي سي بي سي فاينالست وحققت مراكز قويه جدا، بس وقعوا ليه؟ عشان ما ادوش كويس في البيهيفير، ما عرفوش. مم. يعني ممكن ما يكونش عندهم ستوري، او ممكن يكونوا كتبوا في الستوري، او ممكن يكونوا قالوا في ستوري م- م- يعني مش حلوه مثلا، ما اختاروش مثلا اه. ستوري كويس مم. عنده. فممكن فالبيهيفير بيوقع وبيوقع كتير جدا جدا جدا. كام شخص بيقدم في شركات فعلا، كام شخص بيوصل للفاينل وبيقع؟ كتير جدا. ليه؟ ممكن يكون حاجه تكنيكال، ده امر وارد، وممكن يكون بيهيفير، وده معظمهم اللي بيقع معظمهم بيبقى بيهيفير. اصل هو لو تكنيكال مش هيكملوا مع الانترفيو، يقولوا خلاص مع السلامه. انما لو بيهيفير يعني بيوصل، اصل اخر الانترفيو ده بيبقى البيهيفير، فبالتالي هو بيوصل للاخر. انما لو هو كان تكنيكال ما كانش هيوصل للاخر. مم. بالتالي تقع انك انت تقع بيهيفير، يعني ما بتبقاش مش لطيفه. يعني ساعات الشركه تقول لك ايه، السنه سنه او سنتين وتبقى قدم تاني، تكون حتى ايه عدلت المنتاليتي بتاعت دماغك او المايند سيت بتاعتك، او تكون بقيت عاقل شويه. طب تعالى قدم تاني. بمناسبة ان احنا اتكلمنا عن الموست ريكوايرد سكيلز اللي بالنسبة للاشخاص، ايه بقى الموست ريكوايرد جوبز اللي حاليا الشركات كلها بتدور عليها؟ عايزين يعني انا شايف حاليا الشركات كلها بتبص على حد يعني ايه، في اي جوب تقول ايه احنا عايزين حد خريج كمبيوتر ساينس او اي تي اوش. امم. هم بيبقوا عايزين ده ليه؟ من باب ان هم واثقين في الشخص اللي خريج علوم حاسب او الشخص اللي خريج اي تي، واثقين ان هو عنده علم وان هو كويس. الشركه راس ماليه يعني، هي هدفها كده، عايزه ناس كويسه. مش هتيجي تعين ناس يعني نص نص او اي حاجه. يعني كل شركه بيبقى عندها بيقول ايه ميكانيزم كده ماشيه بيه، او هايرنج بار هي ماشيه بيه. فعايزه لما تيجي تجيب حد تجيبه كويس. فبالتالي الشركات تبقى دلوقتي عايزين حد ايه، يعني عنده درايف علوم الحاسب كويس، في البروبلم سولفنج سكيلز. لو في قدامه وقعت مشكله هيعرف ازاي يتعامل معاها، هيعرف يحلها ازاي. عايزين شخص سيلف ليرنر كويس جدا جدا جدا، بيعرف يتعلم بالظبط. لوحده. مش كل ما يجي يتعلم حاجه يروح يكلم المانجر بتاعه ويسنه اللي في ايده اعمل ايه، اتعلمها منين؟ طب ما امم. تسيرش، ما تسيرش. ويكون طبعا بيعرف يسيرش كويس جدا جدا جدا. يعني انا متذكر تقريبا عمري ما سالت سؤال لحد يعني الا بص، لو بيقول لك اتقفلت كل حاجه. ليه؟ انا من طبيعتي ان انا مش بسال حد الا ما بعد سيرش واعمل والف وادور واسال، وممكن اسال حد كده بيني وبينه. انما امتى بسال على جروب؟ لو بص اتقفلت كل حاجه، انا جربت كل الطرق وما عرفتش اوصل لنتيجه، فساعتها ممكن اسال عادي. انما بقى في ناس يعني في ناس كتير بتيجي تسالني الفتره الاخيره دي،
والله العظيم لو عمل سيرش اقسم بالله لا يجيب نتيجه احسن من اللي انا هقولها لك. طب انت ليه يعني ليه مكسل دماغك او ليه مكسل؟ يعني في ناس كتير جدا جدا تروح رايحه اسئله من غير ما تبحث عنها. يعني مثلا واحد قابله مشكله مثلا في راوتنج في حاجه في الرياكت مثلا، وحصل له ايرور، مش يروح يدور على الايرور ده، ممكن حد يكون قابله ويحله، يقول لك لا، اما نزله على اي جروب حد يحله لي. ما تروح يا ابني السيرش عنه هتلاقي حل. طب ما هو اللي هيحله لك ممكن يكون راح عمل له سيرش وجاب لك الحل بتاعه. طب ما تروح تسيرش انت. فطبيعي بالظبط. انك انت تكون سيلف ليرنر، تعرف تسيرش كويس في البروبلم سولفنج سكيل، كويس في علوم الحاسب شويه، وطبعا في جزء بيهيفير جوه البتاع ده، زي ما قلت لك كده، تيم بلاير بيعرف يشتغل كل حاجه، ويكون عنده بيقول لك سوفت وير انجينيرنج اخلاقيات مم. مهندس البرمجيات. يعني يكون محترم في شغله، ما يقعدش يسرق اكواد ويروح يركبها في الكود بتاعه، وفي الاخر يقول انا اللي عملت كذا وانا اللي عملت كذا، مغرور. في حاجات برضو في البيهيفير انت لازم تكون مهتم بيها. جميل جدا. فالحته دي مهمه جدا برضو. هل حضرتك شايف، يعني انت دلوقتي اتكلمت عن الشركات اللي هي كانت موجودة في مصر وبره مصر، بالنسبة بقى لجزئية سوق العمل، هل شايف ان في فروقات كبيرة جدا او ما تتدركش يعني في سوق العمل في مصر وبره مصر؟ قصدك الفرق بين هنا وهنا؟ بالظبط. حلو. انا عملت هنا وعملت هنا وعملت في السعوديه. يعني انا مثلا هقول لك الوطن العربي ماشي ازاي، مصر ماشيه ازاي، واوروبا ماشيه ازاي، وامريكا. حلو. في حلو. الوطن العربي تحس ان اللي هم يعني مع احتراما ليهم، اللي يعني عايزين واحد والسلام، يعني عايزين واحد كويس في التكنولوجيا تعالى اشتغل وخلاص، مش مهتمين باي حاجه تانية، ولا حتى يخش يسالك اي حاجه بيهيفير نهائي. وانت بتعرف تعمل التاسكيه دي خلاص، تعالى بينا امم. تعمل دي على طول، يلا بينا. طب انا هقول لك، انا دخلت في شركه في السعوديه، يعني دخلت انترفيو في شركه في السعوديه، والله العظيم والله العظيم ما كملت بالظبط 6 دقائق كنت بعت له اوفر بعدها. دخل اه. سالني، قال لي ازيك يا باشمهندس عامل ايه، عرفني بنفسك، عرفته بنفسي. قال لي اه ماشي تمام. انا والله ما عنديش اسئله قلت اسالها لك، وكان التكنيكال مانجر تخيل داخل يقول لي انا ما عنديش اسئله اسالها لك. قال انت عندك اي سؤال عايز تساله لي؟ حبيبي ده تكنيكال انترفيو، المفروض انت اللي تسالني، المفروض انت ما جاي عندهمش الخبرة تسالني. الكافية. مش كله لا، علشان لا في ناس كويسه جدا 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 يعني في الحته دي جدا جدا كمان. بس انا بقول لك ان انا شفت ناس، وفي الاخر جه قال لي تعالى اشتغل في السعوديه، وكمان هيعمل لي اللوكيشن وكل حاجه ومن غير ما يعمل لي انترفيو يعتبر. في اه. مصر بس ده مش كله، يعني ده مش كله، بس هم من كده السعوديين عايزين حد بيعمل تاسكات كويس في التكنولوجي ومع السلامه. فلو انت مش مهتم بالبروبلم سولفنج ولا الكلام ده، توجع دماغك، دور على شركات سعوديه. حلو. في مصر بدأ شركات البرمجه تاخد منحنى تاني. يعني كان الاول مهتمين بالتكنولوجيا، انت زي السعوديه كده انت كويس في التكنولوجيا تعال. دلوقتي لا، ده انت كويس في التكنولوجيا وكويس في البروبلم سولفنج، ولو انت جيت على حاجه مقابل حاجه هتتريجكت على طول. يعني انت لو كويس في البروبلم سولفنج وما بتفهمش تكنولوجيا يقولوا لك مع السلامه، ولو انت جامد جدا في التكنولوجي وقعت في البروبلم سولفنج يقولوا لك برضه مع السلامه. هي الشركات بتبقى عايزه واحد ماشي كويس في الاثنين، متزن في الاثنين. حاليا بقى في مصر بدات ايه، تهتم اكتر في الحته دي وفي الانترفيوهات بتاعها. طيب بره بقى، لا بره عايزين واحد كويس في البروبلم سولفنج كويس، مش مهتمين بالتكنولوجيا قد كده، عشان هم عندهم مايند سيت كده جميله، يقول لك ايه، انت كده كده هتعرف تتعلم. يعني انت كده كده هتتعلم، كون انك انت دخلت انترفيو وحليت وبقيت كويس يبقى انت كده اتعلمت، كده كده اتعلمت. يبقى انت لو اديتك تكنولوجيا تروح تتعلمها، او اديتك حاجه جديده تروح تتعلمها، هتروح تتعلمها عادي جدا. فلو انت كويس جدا جدا في البروبلم سولفينج ومش قد كده في التكنولوجي، ممكن تشوف شركات اوروبيه. لو انت بين البنين يعني مستواك متواضع ومتوسط، شوف مصر. طب لو انت ما فيش تكنولوجي يعني قصدي ما فيش بروبلم سولفينج خالص، شوف شركات سعوديه، جميل جدا. اللي هي شبه ده الجزيره العربيه، يعني مش السعوديه تحديدا. جميل. ده هيدخلنا على حتة السفر، يعني السفر بعد الكلية ده أكيد حاجة بتسيطر على عقول كتير مننا. فحضرتك شايف إن السفر مهم جدا بالنسبة للطلبة، ولا عادي لأ زي ما أنت قلت كده بالنسبة جميل. للمتواضعين؟ جميل. وانا كنت في مايكروسوفت قابلت صديق ليا، يعني كان لسه اتعرفت عليه، كان انترنشيب عندنا في الشركه، كان من الناس الانترنشيب اللي ايه، كان في جامعه، هو كان في جامعه الجي يو سي. فكان
الجراديويشن بروجكت بتاعه راح المانيا ودرسه في المانيا وعمل له ايه، ناقشه في المانيا والكلام ده، وفي الاخر رجع مصر. طيب واحد زي دوت ما شاء الله يعني، شايف في الحوار ايه؟ ان هو كان هدفه ان هو مثلا، وعلى فكره كان واخد منحه كامله يعني من الجي سي، فهو حقق الرغبه اللي هو عايز، هو سافر وبعد كده قال خلاص أنا ممكن اقعد في مصر عادي يعني. هو عمل ايه؟ هو حقق الرغبه اللي في دماغه ان هو يسافر وسافر. في ناس كتير هدفها انها تسافر، أنا مش هكذب عليك انا واحد منهم، وباذن الله يعني هحاول على قد ما اقدر ان اسافر من باب ايه؟ من باب الرفاهيه، وهرجع تاني اي دوله عربيه استقر فيها عادي يعني. البيئه هناك بره المقاومات صعبه انك انت تعرف تتلاشاها، البيئه صعبه، الا لو انت بقى قوي جدا في الايمان وكده انت ممكن تقعد عادي جدا. بس انا بالظبط. كمحمد باصص للرفاهيه يعني. انا مش هسافر يعني اريق اللوكيت في الدوله اللي انا قاعد فيها زي ناس كتير، لا انا ممكن اسافر فور فان، اقعد 3 4 10 سنين بره، الف من الدوله للثانيه والثالثه والرابعه، وبعد كده ارجع استقر في بلد زي مصر مثلا، او استقر في بلد زي الكويت او غيره غيره غيره. بس فهو هدف كويس، انا مش شايف تعيب اي شخص ان هو عايز يسافر يعني، دي حاجه كويسه انك انت عايز تسافر. سافر يعني. مم. لو لقيت لك يعني، انا اي حد بيجي يقول لي مثلا يا باشمهندس انا جا قدامي مثلا اوفر من شركه اجنبيه تعمل لي الوكيت وشركه مصريه، فبقول له بكل بساطه لو انت شايف انك انت من هوايات او انك انت عايز تسافر وكده، سافر بغض النظر عن الفلوس يعني. انا عايز اسافر من باب السفر، فلو جالي اوفر كويس في شركه كويسه او دوله كويسه هطير عادي جدا. انما لو شايف انها هتبهدل فخلاص يعني، انا رايح فور فان، فبالتالي انا عايز من الاخر كده مدخرات ماديات اقضي لي احتياجاتي اتفسح بيها يعني. انما مش هروح بقى زي السعوديه او دوله عربيه يروح يشتغل بال 20 سنه عشان يجمع فلوس يعني. منطق غريب. طب انت هتعيش اه. لمين؟ هتعيش ليك ولا هتعيش لمين؟ فلازم تبقى انت عارف انت ما تيجي تسافر دي انت ايه هدفك من السفر؟ مسافر متعه ولا مسافر للشغل طول عمرك وهتدخر الفلوس كلها؟ فلازم تفرق. انا كمحمد برشح السفر جدا يعني. طب هل انا كطالب لسه خريج، هل ممكن يبقى عندي فرصة في القبول في شركة زي شركات الفانج مثلا، ولا الموضوع هيبقى بالنسبة لي صعب وانا محتاج خبرة طويلة؟ لا عادي جدا، بس انا شايف انك انت لازم تكون برضه في تكنولوجي معاك، مش هتعرف تشتغل في شركه فنج من غير تكنولوجي. وده مش كلامي، ده كلامهم، هم اللي عايزين كده يعني. في شركه ثانيه تيجي تقول لك انت يعني امتى يعني الشركات، زي ما لسه ذاكر لك الناس اللي بتبقى فايناليست اي سي بي سي اللي هم في الفاينل خالص، الشركات دي بتروح لها تقول لها تعالوا عندنا الشركه من غير اي حاجه في البروبلم سولفنج، بس تعالوا على طول. انما انما كفي مصر صعب، وتقريبا مستحيل ان انا اشوف حد، ما شفتش حد بصراحه يعني شغال بالكليه، بس لازم يكون متعلم تكنولوجيا عشان يشتغل بيها. طب بالنسبة لصعوبة التوظيف في الوقت الحالي، يعني حتى بس مش شرط الشركات الأوروبية، كمان الشركات اللي هي المحلية، ده مرتبط بإيه بالظبط؟ هل مرتبط بتشبع السوق ولا في حاجة تانية؟ بمعنى تاني اقول، يعني فكرة إن دلوقتي في ناس كتير جدا حتى خارج طلبة أو خارج مجال كلية الحاسبات والمعلومات، مش شرط إنه يكون دارس الكلية، في ناس كتير بتخش المجال أو السوق بدراستها لحاجات خارجية جدا، فده عمل حالة من التشبع في السوق. ففي مفهوم دارج أو شائع عند بعض الناس إن دلوقتي في توظيف صعب جدا بسبب إن السوق متشبع، فوجهة نظر حضرتك في الموضوع ده إيه؟ هو السوق عموما ما بيتشبعش نهائي يعني دايما في احتياج يعني. دايما هتلاقي السوق دايما بيقول لك ايه، انا عايز ناس. مش هتيجي في مره يقول لك ايه بلا مؤاخذه يعني السوق اكتمل او خلاص ما فيش شغل، لا يعني. على مر العصور والازمان كلها هتلاقي طول الناس يعني، المحلات بتاعت البلع عايزه ناس تشتغل معاها، محلات العطور عايزه ناس تشتغل معاها، فمش هيجي فيهم يقول لك خلاص احنا استكفينا. طب بالنسبه للاجيال اللي بعد كده انتوا ممكن تموتوا، طب مين اللي هيكمل في الشركه؟ فاهم؟ زي مثلا شركه ابل، اول لما اسمه ايه دوت مات، واحد تاني مسك الشركه وكملت عادي جدا. هل لما هل لما هو مات الشركه انقطعت وقالت خلاص احنا مش هنوظف حد وهنقفلها؟ بالعكس. بالعكس، شركه ابل دلوقتي تقريبا لوحدها قيمتها السوقيه معديه 3 4 شركات فانج برضه زيها، منها فيسبوك ومش عارف ايه وايه وايه. ف لا انت بتتكلم في ان هو لا يعني السوق دايما في احتياج، بس انت زي ما ارجع اقول لك لما تيجي تختار تكنولوجي او حاجه انت هتشتغل بيها ابقى عارف انت بتختار ايه، مش مجرد اختيار عشوائي وخلاص.
دي حاجة مريحة جدا بصراحة، كون ان انت تعرف ان السوق لسه في احتياج، كطالب لسه خارج او كده. يعني بيبقى مدرك ان فرص قبوله في العمل موجودة، وان هو لسه على الارض وما ييأسش، يعني زي ما حضرتك بتقول. بس يعني بس لازم يكون عندك المينيمم نوليدج في الحاجه اللي انت هتشتغل بيها. يعني ما تبقاش ابيض خالص، ولا تبقى يعني انت لسه في بدايه حياتك، مش مطلوب منك انك انت هتخش تمسك بوزيشن تاني. لا، انت هتمسك بوزيشن عادي جدا صغير على قدك، تبدا تتعلم فيه، تقع تقف وتلاقي حد بيديلك فيدباك حلو، يديك فيدباك وحش وهكذا. فبالتالي انت لازم يكون عندك المينيمم نوليدج في التكنولوجيا اللي انت هتشتغل بيها، ما تبقاش ضعيف خالص. يعني يعني في ناس كتير، يعني انا شفتها بصراحه، يعني مش هكدب يعني مش مستواها مش قد كده، وتلاقيها. طب طب ما تذاكر، يعني انت مثلا في حاجات وقع منك، روح ذاكرها وبعد كده قدم. يقول لك يا باشمهندس طب انا بذاكرها مش هلاقي شغل. يا عم روح ذاكرها، روح ذاكرها وبعد كده شوف بعدين ده هيبقى فيه ولا ما فيش. فالناس ما بتاخدش بالاسباب يعني. لازم يبقى تشتغل، يعني لازم تذاكر، لازم تتعلم، علشان بعدها تشوف انت هتعمل ايه الخطوه الجايه. جميل جدا. طب ننقل بقى على حتة السالري بعد القبول وبعد الانترفيوز وكده. ازاي انا كشخص لسه داخل جديد مثلا اقيم نفسي واحدد المرتب اللي انا هشتغل بيه؟ والشركات نفسها بتقيم ازاي او بتحدد المرتب بناء على انهي سكيلز؟ بص، آه دي اتفضل. بص، في شركات كتير جدا 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 تقول لك ايه، ايه هو الاكسبكتد سالاري بتاعك. انا كمحمد ممنوع اقوله ليه؟ هو اساسا ده من خصوصيات الشركه. قصدي الاكسبكتد سالاري ممكن اقوله عادي، قصدي البريفيوس سالاري او الكرنت سالاري ده من خصوصيات الشركه. ده اساسا ده عقد من البنود انك انت ما ينفعش تتكلم عن هويه بتقعد تاخد كام ولا الكلام ده كله. فمحدش يجي يقول لك ايه الكرنت سالاري تروح قايل له. قول له الاكسبكتد سالاري. هم بيقولوا الطبيعي يعني. انا مش ماشي مع القاعده دي، او مش مقتنع بالقاعده دي. يقول لك ايه، ان لازم يكون الاكسبكتد سالاري اعلى من الكرنت سالاري بنسبه من حوالي 30 ل 50%. طب ما انا ممكن اقول لشركه سالري اربع خمس اضعاف المرتب بتاعي. وارد. وارد. حد هيجي يقول لي انت بتاخد كده ليه او كده ليه؟ يا عم انا حر، انا شايف ان ده سعري زي ما بيقول. فانا برضو هرجع اقول لك انك انت لو في بدايه حياتك، بصراحه مش هكذب عليك، انا ما اتكلمتش في سعر. يعني اول شوبايه اشتغلت فيها، والله العظيم اتقال لي رقم كان بغض النظر عن سعره قد ايه، بس انا قلت له ما فيش مشكله، توكل على الله. ليه؟ اصل انا اللي محتاجه. مش حاجه اتنك عليهم واقول لهم لا، انا بصراحه شايف نفسي ان انا اخد كذا مع انك اساسا مش لاقي شغل. يعني يبقى جامد امتى؟ يعني امتى تتكلم في فلوس؟ لو انت جالك اتنين اوفر، انت جالك اوفر من شركه واوفر من كمان شركه، قول لهم انا بصراحه جاي لي اوفر من شركه تانيه في بمبلغ كذا، لو انتوا هتزودوني ما عنديش مشكله اجي معاكم. انما ما تبقاش اول شغله ليك واول حاجه ليك وتتنك عليهم يعني. بالعقل كده يقول لك مع السلامه. وبص، خلينا انت طبعا عارف متاكد في المية ان السوق مليان ناس كتير جدا. فبالتالي انت لو رفضت، بالظبط. ايه اللي هيحصل؟ مليون هيجيبوا واحد، غيرك. مليون واحد هيوافق كمان. بالظبط، كذا واحد هيجيبوا غيرك ومليون واحد هيوافق يقول لهم ما عنديش مشكله يلا بينا. مم. فبالتالي انا بصراحه يعني في بدايه حياتك يعني ما تبصش لسعر. انت كده كده انت عايز تشتغل، والله العظيم انا عايز لك على حاجه، اشتغل بس في الشركه دي وبعدها حدد السعر اللي انت عايزه بعد كده. خلاص كده انت اساسا خلاص بقى عندك اكسبيرينس في الشركه اللي انت قاعد فيها. فخلاص لما تيجي تتكلم فبعد كده تتكلم بقى في الاكسبيرينس الحقيقيه بتاعتك، تتكلم في فلوس. انما قبل كده ما تتكلمش. ودي نصيحه بصراحه، اي حد بيجي يقول، يعني كذا حد يقول يا باشمهندس انا مثلا الشركه قالت لي اخد كذا وانا اول شغلانه فاتي كويس ولا وحش. بقول له بكل بساطه، انت في بدايه حياتك ما تبصش في الفلوس، كده الفلوس هتجيلك بعدين. فتوكل على الله. وانت كده كده كمان، يعني في ناس كتير جدا ما عليهاش، يعني احنا في بدايه، يعني احنا مثلا كان لسه شباب في بدايه حياتنا، ما عليناش مسؤوليات. يعني مش من اول جوبايه لينا هروح اخطب او هروح اشتري شقه او هروح ابقى انا اهبل. يعني لو انا بحط ان ده تارجت ليا يبقى انا اهبل. ما عنديش عقد ان انا احط تارجت ليا ان انا اول شهر اللي في الشركه هروح اتجوز بيه او هروح اخطب بيه او هروح او وات ايفر يعني. بس لازم احط اسباب منطقيه. يعني اول مثلا انا عايز مرتب علشان يقضي لي احتياجاتي الشخصيه بس. هل تشوف بقى السعر اللي انت هتاخده من الشركه دي، هل هو هيقضي لك مصاريفك الشخصيه ولا لا؟ لو لقيت ان هو هيقضي لي زياده توكل على الله. لو لقيته اقل، حاول تنجوشيت، تقول لهم مثلا وانت قالوا لك مثلا وليكن 2000 جنيه، قول لهم بصراحه والله ال 2000 جنيه دول مثلا مش هيكفوني. فانا شايف، او انا حاسس، وانا يعني من الاخر كده انا شايف ان ال 3000 هيبقوا كويسين جدا بالنسبه لي. ممكن يقول لك تعالى ماشي توكل على الله يلا بينا وتخش على 3000. انما ما تقبلش من الاخر كده باوفر يعني تعبان خالص.
وفي نفس الوقت يعني مش هاجي اقول لك ما تقبلش خالص يعني. يعني علاقه متزنه، شوف اللي انت هتقبل بيه ده هل هو كويس ولا مش كويس. جميل جدا. طب كنت انا سمعت مره في مؤتمر ان الشركات الكبيره بيبقى لها كوميونتي خاص بيها وبيبقوا عارفين بعض. ففكره ان انا مثلا لو انا عاوز اقدم في انترفيوز كتيره في نفس الوقت، او حته ان انا في شركه مثلا معينه وعاوز اغير الشركه اكتر من مره، او ان انا اقدم في اكتر من شركه، ده بالنسبه لهم بيعتبر زي ريد فلاج كده، وهم فعلا بيعرفوا من بعض. هقول لك، هجاوبك في الحته دي. بص الشركه يعني انت عايز، هقول لك على حته، انت عايز توصل للحته هل مثلا الشركات بتبقى عارفه مثلا ان انا جالي اوفر من امازون وكذا وكذا وكذا. بالظبط. حلو، الشركات هتعرف منين؟ مش هتعرف من غير منك. الاتش ار مش هيروح للاتش ار بتاع امازون ويقول له هو في واحد عندك اسمه محمد هاشم مقدم عندك؟ طب لو قدم انتوا مدين له كام؟ ده مش هيحصل. يعني دي تخيلات عمرها ما هتحصل. طب هم بيعرفوا ازاي؟ ببساطه انت بتخش معاهم الانترفيو، بتخش معاهم الاوفر نيجوشيت، يقولوا لك مثلا يا محمد انت هتاخد 10 جنيه في الساعه او هتاخد 10 جنيه في الشهر. هتقول لهم بصراحه انا شركه فيسبوك ادتني 20 جنيه. طب ايه اثباتك؟ حاضر، تروح فاتح لهم الايميل بتاعك وهم بيشوفوا الايميل وبيقروه، وبيشوفوا الايميل بتاعك من المرسل بتاعه، وخلاص. لو لقوا فعلا بيشوفوا الايميل خلاص، كلام مظبوط. او مثلا فعلا مثلا شركه فيسبوك مثلا تديله 20 جنيه، خلاص مثلا انا هزودك يا عم 10 جنيه زياده، هزودك على 20 جنيه 10 جنيه زياده. اه. فبالتالي مين اللي خلاهم يعرفوا الاوفر دوت؟ حضرتك. الشخص نفسه. أي مم. بالظبط، الشركات مش فاضيه انها تروح. وبعدين بالعقل يعني، انا هعرف منين انك انت قدمت في شركات فنج تانية او قدمت في شركات تانية اساسا؟ هل انا بعلم علم الغيب؟ انا ما اعرفش. انت بتقول لي يعني في ناس كتير جدا جدا بيجي لهم اوفر من ثلاث اربع شركات، وبيخشوا مع الثلاث اربع شركات ينجشيتوا على بعض. يعني يخش مثلا واحد يكون مقدم في اربع شركات فنج، في ناس، في واحد كده سبحان الله شيخ قدر انه جاله يعني اتقبل في ست شركات فنج، اتقبل في ست شركات منهم ثلاث اربعه فنج. كان كل ما بيخش شركه يروح رايح موريهم الاوفرز بتوع الخمسه الباقيين، يروح موريهم الاوفر الخمسه الباقيين، يروح رايح للاخيره موريها الاوفرز بتاع الخمسه الباقيين. فما كده لف على السته يوريهم الست اوفرات بتوعهم كلهم، علشان في الاخر واحد منهم يديله اكبر سعر فيه. ما هو ده اللي هو عايزه. يعني احنا كلنا بنشتغل عشان هدف واحد او هدفين، علشان نعيش حياتنا، وفي نفس الوقت عشان الفلوس يعني. بالعقل كده احنا مش هنشتغل رفاهيه، او مش طب هنشتغل المعايير ايه او مش هنشتغل المعايير اللي تضييع وقت. حضرتك بتتكلم عليه؟ اه، اتفضل. معايير ايه بالظبط؟ المعايير اللي انا بختارها مثلا، انت حضرتك بتقول دلوقتي احنا بنشتغل عشان يا اما الاكسبكتد سالري او المرتب الكبير اللي احنا، طب بيئه العمل هل حضرتك شايف ان هي ايوه، جزء ما مهم هو ده من جدا؟ الاسباب. بقول لك علشان نعيش حياتنا، نعيش حياتنا ديت في بيئه عمل كويسه، مش هتبقى بيئه عمل توكسيك. وانا يا فرحتي يعني في ناس كتير جدا سايب الشركات فانج مش حاسه فيها براحه، وحاسه شركات عاديه خالص حاسه فيها براحه. ناس وده اهم حاجه يعني. احنا عايزين راحه نفسيه. يعني احنا ايه اللي يخلينا نضغط علشان الفلوس؟ يعني ما هو كده كده احنا بناخد فلوس علشان نعيش. ف... ف... انا اساسا كان من اختياراتي ان انا اول حاجه بدور على بيئه العمل. انا حتى لما جينا اخترنا في التيم ماتشنج عندنا في مايكروسوفت، وانا عرفت ان انا بينج، سالت ودخلت للمانجر سالت، قلت له انا هعمل ايه قبل ما اخش وامضي الاوفر. عرفت كل حاجه، وان البيئه دوت، وان البوزيشن ده كويس جدا بالنسبه لي. طب مع ان مايكروسوفت يا باشمهندس انت ممكن تخش على طول لك اه ماشي، بس ما ايه اللي يخليني اخش في برودكت انا متغصب عليه، او اخش في حته مش بتاعتي؟ بالتالي انت لما تيجي تختار الباكج على بعضها، يعني فلوس مقابل بيئه عمل مقابل برودكت انت هتشتغل عليه. ما بالظبط، تجيش على الفكره اعرف حاجه اوازن مقابل بينهم حاجه. ازاي. شوف انا مثلا كمحمد بشوف هل البرودكت ده حساس، هل البرودكت دوت ليه افكت، هل البرودكت ده متشاف من الناس، ولا ده برودكت داخلي في الشركه. لو البرودكت بيتشاف من الناس فخلاص ماشي، اول عامل مثلا اتحقق. طب هل نشوف الانفيرومنت، نشوف بيئه العمل، هل بيئه العمل دي كويسه، هل بيئه العمل دي كويسه، هل بيئه العمل دي كويسه. فبنختار بعد كده. كده السالري هم كلهم بيكونوا متقاربين من بعض يعني. كل الشركات مثلا بيبقى فرق يعني، في فرق يعني، في فرق وفلوس كويسه فرق. بس انت برضه بتشوف الباكج على بعضها، يعني برودكت مقابل انفايرمنت مقابل سالري، فانت بتشوف الثلاثه على كويسين مع بعض، توكل على الله. جميل جدا. وبالنسبه للشغل الريموتلي، هل هو في فرق بينه وبين انك تكون حاضر في الشركه، ولا عادي؟ آه انا اساسا يعني انا حاليا اعتبر شغال ريموتلي. انا التيم بتاعي كله بره في امريكا، واحنا تيجي اتنين تلاته في مصر، واحنا بس اللي شغالين ريموتلي، الباقي كله بره. فبالتالي
انا حتى لما باجي انزل الشركه يعني اعتبر انا الوحيد، مع ما فيش تيم ليدر ليا في مصر، فبالتالي انا باجي هنا بروح الشركه رفاهيه، الف في الشركه، اتعرف على كذا، اتعرف على كذا، اتعرف على كذا. انما في شركات يعني صرف ريموت اللي انا كنت شغال فيها قبل ما اخش مايكروسوفت، انا ما كنتش عارف اي حاجه، ولا كنت عارف حتى مكان الشركه فين. كان بيتبعت لي الفلوس على البنك وكل حاجه، بس انا مش عارف البنك الشركه دي فين. يعني هو ممكن في مصر والقاهره وكل حاجه، او في السعوديه، بس مكانها فين بقى؟ هل انا رحت المكان ده؟ ما رحتوش. فهي، وعلى فكره يعني عايز اقول لك ان احيانا في ريموتلي مرتباته اضعاف 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 الفنك، اللي قصدي الاون سايد العادي. يعني في شركات، يعني اه متذكر احدى الناس اللي احنا بنتعلم منها، هو جنرال مانجر بيهاير ناس في الشركه اللي هو شغال فيها ريموتلي، شركه ريموتلي، والناس اللي فيها ريموتلي على 6 7000 دولار، في نفس الحين ان في ناس اون سايت بياخدوا حوالي 3 4000 جنيه. فانت شايف الفرق الرهيب ده عامل ازاي؟ فانت اه برضو يعني الريموتلي برضو ليه مزايا، انك انت كسالري كباكج وكده، بس الانصياد ممكن يكون له مميزات مثلا اكتر، ان انت بتتعامل مع ناس، بتقعد في بيئه عمل، بتتعرف على ناس، فانت بتشوف الباكج برضه يعني. هل انت بتحب الريموتلي؟ هل هو مناسب معاك؟ هل انت ما عندكش مشكله انك انت تعيش حياتك لوحدك، ولا انت بتحب انك تتلمى والكلام والتيمات، تتناقش مع التيم بتاعك وش لوش والكلام من ده؟ فانت برضه اللي بتختار او بتحدد المعايير ديت هتبقى على اساس ايه. جميل جدا. طب واخر سؤال معانا النهارده، وهو فكره الفريلانس عامه. ناس كتير بتقع في المعضله دي، اللي هو طب انا اكون موظف ولا اكون فريلانسر؟ طب شغل الفريلانس زايد مؤخرا دلوقتي، طب يا ترى انا هعمل ايه لو انا ما لقيتش شغل؟ حضرتك ايه وجهة نظرك في الموضوع ده؟ الفريلانسر الفريلانسر ما تعتبروش جوب، اعتبره زي ما بيقولوا كده فريلانس، يعني اعتبره بعد الشغل، بارت تايم. انت شغال مثلا، حط اولويتك انك تشتغل فول تايم في اي شركه، او حتى بارت تايم في شركه. لازم تشتغل في شركه، الشركه هي اللي هتديك اكسبيرينس. انما كفريلانس مش هتديك حاجه. هرجع اقول لك زي ما ذكرنا في الاول خالص كده، قلت لك ايه؟ انا كواحد لو في الشركه الاولانيه اشتغلت فيها، انا يعتبر شغال لوحدي، بتعلم من نفسي. يعني لو انا اخطات كل مره هعيد نفس الخطأ في كل مشاريع، عشان انا مش عارف ايه الصح بتاعه. فانا مش شايف غير كده. فبالتالي لا، انا محتاج حد يعيد ويقيم شغلي. فانا محتاج يبقى في سينيور فوق. انما فريلانس انت مفتقد لده كله، مفيش حد فوقك، مفيش حد بيرشدك، مفيش حد بيعلمك، كل حاجه انت بتعملها بنفسك. آه انما ال... انما لو هنتكلم كفلوس، احيانا تبارك الله، تبارك ربنا يزيد الجميع، في ناس فريلانسر يعني بيعدوا حوالي 10 12 الف دولار في الشهر، وده كتير ما شاء الله عليهم. بس امتى ازاي وصلوا للمرحله دي؟ وصلوا للمرحله ديت بعد سنين، يعني مش من مجرد شهر شهرين سنه سنتين، لا، ده في ناس بتقعد بالخمس ست سنين على فريلانس، على اب وورك وغيره، عشان تعرف توصل للريت ده ويجي لها الاسعار دي. فهل انت هتقدر تجازف في ده كله ولا مش هتقدر تجازف؟ هل انت عندك قابليه للمجازفه انك انت تقعد 3 سنين مثلا بتشتغل بحاجات زاهده لحد ما ربنا يكرمك، ولا انت مستعجل وعايز تشتغل دلوقتي فتدور على شركه؟ وبعدين يعني حاليا بقى الناس الاذكياء بيعملوا ايه؟ يروح يشتغل في شركه كويسه، يعمل اسم ليه، براند ليه، بعد كده يخش في الفريلانس، فيجي له عملاء بقى على اسمه واسم البراند بتاعه، او اسم الشركه اللي هو كان اشتغل فيها قبل كده. جميل. حضرتك حابب تضيف حاجة في الآخر قبل ما ننهي الحلقة؟ اه، اهم حاجه طبعا يعني ثق. انت كده كده ليك رزق، يعني ثق انك انت اشتغلت فرونت، اشتغلت باك، اتعلمت، عملت، سويت. انت كده كده لما تتعلم هتلاقي لك رزق. يعني ما تحطش او تكون مقتصر ان عشان الوظائف كتير جدا 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 وناس كتير جدا جدا جدا، او الوظائف قليله وناس كتير جدا جدا، انت مش هتلاقي شغل. طب انت ليه حطيت المعتقد ده في دماغك؟ طب ليه ما حطيتش العكس، ان الوظائف كتير والناس قليله؟ وده اساسا الطبيعي. يعني هو ده اساسا الطبيعي، ان في وظائف كتير بس الناس الكفاءات قليله. طب ايه اللي هيخليك تتميز عن غيرك انك تخش على الجوبه دي او تحصل على الجوبه دي؟ انك انت تكون من الكفاءات الكويسه اللي الشركه عايزاها. فبالتالي انت محتاج تتعلم صح. فثق انك انت لما تتعلم صح
هتلاقي لك شغل، وهتلاقي لك كذا مكان بيرحب بيك، وكذا مكان بيقول لك تعالى عندنا، احنا عايزينك عندنا، احنا شايفينك انت شخص كويس وشخص مؤهل انك انت تشتغل عندنا في الشركه. فاول حاجه ثق في الله انك انت ليك رزق. ثاني حاجه حاول تكون ليك زي ما بيقول جانب كده مع ربنا، انك مثلا بتطلع صدقه، بتطلع زكاه، بتعمل بتشارك في ستودنت اكتيفيتي لله. مش ستودنت اكتيفيتي بقى اللي هي بتاعت مش الكليات، لا ستودنت اكتيفيتي او شبه حاجه مثلا شبه رساله، صناع الحياه، غيره عمل غيره خيري غيره. يعني. اكزاكت، عمل خيري ده انت مش بتتقبل منه حاجه ولا انت عايز منه حاجه، انت بتعمل الحاجات ديت لله. ودي حاجه اساسا هتزيد في حسناتك وهتعرفك بناس ثانيه، وسبحان الله يعني ده هيزيد لك في رزق كتير جدا جدا جدا. فدي ثاني حاجه. ثالث حاجه ويعتبر الاخيره، اهتم تعمل نتورك كويسه حواليك وصحبه صالحه حواليك. يعني مثلا لما تيجي تقول يبقى عندك مجموعه من الاصدقاء كده، لما تيجي تقول بيقولوا ايه، يلا بينا الساحل، يلا بينا. دول بقى لا، يلا بينا نذاكر جافا سكريبت، يلا بينا نذاكر جافا سكريبت، وكلكم تبداوا جافا سكريبت، وكل واحد منكم يقول لكم انا ذاكرت كذا، وتبداوا تخشوا اجتماع مثلا كل اسبوع، وكل واحد منهم يتناقش في كذا. يعني مثلا من الحاجات ما علينا، مش عايز اقول انا بعمل ايه، بس تعمل ايه، تحاول تشارك الافكار بتاعتك مع اصدقائك والناس اللي حواليك. مثلا مجموعه من الاصدقاء، مثلا انتوا كلكم مع بعض، جروب مع بعض، كل مثلا اسبوع تخشوا مع ميتنج مع بعض كده لمده نص ساعه، وتقول انا مثلا ذاكرت جافا سكريبت، لقيت حاجه جديده في الجافا سكريبت مثلا اسمها الويب اي بي اي. الويب اي بي اي دي بتعمل في جافا سكريبت، فممكن حد يكون عنده علم بيها يقولها لك، فانت تكون عرفت. بس طبعا كده انت هتسيرش، فبالتالي انت بقى عندك نتورك كويسه وصحبه صالحه بتعينك انك انت تذاكر اي حاجه، تعمل اي حاجه، وهكذا. فدي حاجه كويسه جدا انك انت محتاجها، وده تقريبا انت محتاجها طول العمر. ان انت محتاج صحبه صالحه وناس تساعدك في انك تكمل في التراك بتاعك او في المجال بتاعك. بس كده. جميل جدا. اشكر حضرتك جدا يا باشمهندس، حقيقي استمتعت. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي اتكلمنا فيها عن الحياة الأكاديمية وسوق العمل وازاي تحضر نفسك ليه، وكمان جاوبنا عن الأسئلة اللي اتطرحت في أول الحلقة. في النهاية حابب أشكر ضيف الباشمهندس محمد مرة تانية جدا على تشريفه لينا، وأرجو إنكم تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة، ونكون قدرنا ولو بشكل بسيط نوضح الصورة الكاملة لحياتك العملية ومستقبلك، ونكون حاطين سوا أول خطوة في طريق نجاحك بإذن الله. واخيرا وليس اخر ما بيننا، استنونا في الحلقه الجايه ان شاء الله، وباذن الله تكون نالت اعجابكم. دمتم سالمين. سلام. السلام عليكم.